مشاهدينا اهلا بيكم مره تانية، وجينا للفقره الاهم لانها لها علاقه بالصحه. متهيألي مفيش نعمه تساوي نعمه الصحه. ربنا يديم علينا نعمه الصحه يا رب، ومحدش يتحرم من صحته. وعشان نقدر نحافظ على صحتنا لازم يكون جسمنا حلو، عشان نقدر كمان نعيش واحنا مبسوطين وواثقين من نفسنا. عايزه اقول لكم ان الحمد لله على الميزان انا خسيت تقريبا 4 كيلو ونص 5 كيلو. والله النهارده انا سعيده من اول اليوم، من اول ما ابتديت اليوم وفتحت عيني وزنت لقيت نفسي خاسه 5 كيلو. مش عايزه اقول لكم السعاده، الحمد لله يا رب، ربنا يديمها نعمه لحد ما اوصل للوزن اللي انا بتمناه وارجع لشكل اللي انا كنت واخده عليه. عشان كده النهارده معايا الجميله دكتوره دعاء نوير، اللي من اول حمله من احياها كانت بقلبها معانا وبتشجعنا، وفعلا فعلا فادتني انا على المستوى الشخصي كتير جدا. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك، منوره الدنيا كلام. والله انت اللي منوره. تسلمي، بشكرك. وانا بفرحك، انا خسيت 5 كيلو. انا الكلام ده اكتر حاجه اسعدتني النهارده. الحمد اليوم لله. كله جميل، واكيد احلى حاجه انه يختم بيكي وبالكلام اللطيف والجميل اللي انت يا رب يسعدك يا دكتور. 5 كيلو فعلا لازم ننزل 5 كيلو في الاسبوع، وعايزه اقول لك الاسبوع الجاي هبشرك ان شاء الله يكونوا 7 كيلو يا رب. طبعا يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله احنا ماشيين بخطوات ثابته، مفيش حاجه اسمها دروب هيحصل، حرقنا مش هيشتغل، شهيتنا هتتفتح تاني، كل ده انتهى. انا النهارده جايه اقول لكل واحد بيعاني من السمنه احنا النهارده في ظهرك مع حمله من احياها، في ظهرك لحد ما توصل لبر الامان. لكل سيده وزنها زايد شويه عايزه اقول لها خليكي ولو لمره نمره 1 في لسته حياتك، عشان لازم تكون الاولى في لسته حياتك. الله، حلوه الجمله دي بالظبط. الله بجد الجمله دي انا لازم اقف عندها. خليكي لو لمره نمره 1 في لسته حياتك بالزبط. لان ستات بالذات المصريات ولادي اهم، بيتي اهم، جوزي اهم، كل حياتي اللي قدامها اهم، وهي رقم 10 بالظبط. ليه ما نكونش ولو لمره نمره 1، خاصه ان انا نمره 1 في ايه؟ في صحتي، وصحتي دي اللي هستخدمها عشان اقدر يعني اعالج كل حياتي كلها مع اولادي ومع جوزي ومع شغلي مع كل حاجه. يبقى لازم فعلا ولو لمره اكون نمره 1 مزبوط. خاصه بقى ان النهارده كل حاجه اقتصاديه وكل حاجه بخصم كبير، يعني خصم مهول مهول مهول. أيوة. الدنيا النهارده جباره جدا واليوم مختلف، لان نازله بكميه حوارق غير عاديه. عايزه اقول لك اكتر من الحوارق اللي معاكي. يلا بقى كمان كتير كمان. لا بس ده ظلم. احنا معليين الليفل عليكي الاستحمال بقى ماشي. احنا معليين الليفل جدا النهارده، ونازلين باكتر حاجه ممكن تخلي جسمك مكنه حرق طول اليوم. ايوه طول اليوم، بالاضافه ان انا شبعانه لمده 48 ساعه، بفطر وبتغدى وبتعشى بس بكميات بسيطه يا دوب الباور والبنزين بتاع اليوم، لكن طول اليوم مش حاسه بشراهه الاكل ان انا عايزه اكل، عايزه حاجه مسكره، كل ده مش موجود. الكبسوله الدينامو هي اللي بتعمل كده. انا نازله النهارده بالدينامو، ما بنزلش بيها كده اللي ايه كل فترات كده اما الجو خلاص حرر وبدانا نروح على الايس كريم بقى والسندوتشات الجاهزه كل شويه، وبنحاول ناكل الحاجات اللي هي كمياتها مش كبيره في الشكل بس سعراتها جباره جدا. الايس كريم ده مصيبه جدا. عايزه اقول لك ان في ناس دي تسليتها يعني ده السناكس 3 4 5 ايس كريم كده بالظبط، ده السناكس اللي احنا شغالين فيه. لكن النهارده اما انزل بكبسوله دينامو بتسد الشهيه او بتقفل لي معدتي من كتر ما هي وسعت مني طول الفتره اللي فاتت، ورمضان والعيد والفسيخ والحلويات والحركات، كل ده خلاص احنا بنوقف ستوب هنا للمعده، بنخليها تنكمش وتصغر وتبقى يا دوب اكل اقل من الثلث اللي انا كنت باكله، اقل كمان يعني مش 30%، لا ده انا بوصل ان انا باكل 15% من الاكل اللي كنت باكله وشبعانه وراضيه ومبسوطه. ودي المعادله الصعبه، ان انا مش عامله دايت وماسكه نفسي وطول اليوم في ستريس ومتضايقه، وورقه الدايت اللي على الثلاجه اللي كل ما اعدي كده ابص لها بحسره، ايوه انا نفسي اكل بس ماسكه نفسي. كل ده مش موجود. كمان نقط الحرق بقى اللي هتقعد تحرق لي الدهون اللي انا قاعده اكومها السنين اللي فاتت، الحتت العنيده، الحتت اللي متركز فيها الدهون زي الارداف، الاجناب، البطن، الكرش عند الرجاله، كل ده هي بتفوره. كاني رحت ساعتين جيم بلعب رياضه ساعتين متصل. تخيلي بعد رياضه ساعتين متصل ايه اللي بيحصل في الجسم؟ مكنه حرق. انا بديكي المهمه دي وانت قاعده مكانك. لو تقدري تلعبي رياضه يلا بينا، الرياضه جميله جدا بس للاوزان الثقيله حرام اقول لها روحي العبي رياضه. فوق ال 120 كيلو لو راحت لعبت رياضه ايه اللي هيحصل؟ الركبه هتتاثر. وفي سيدات يعني
الوقت كمان ما بيسعهمش بالظبط. ان هم يقدروا يشتركوا في جيم ويروحوا يلعبوا رياضه. دي حقيقه. وكمان الرجل بيسعى على اكل عيشه طول اليوم، عنده شغله، عنده يعني مهماته في البيت، كل ده وبعدين هيعمل ايه؟ فين الوقت اللي انا هروح فيه؟ لا ده في ناس بتاخد شغله واثنين وثلاثه في اليوم عشان يكفي احتياجاته. طب انا هقول له سيب ده وروح الجيم؟ طبعا مستحيل. الرياضه شيء جميل جدا، بس اللي يقدر واللي عنده الفرصه والمساحه لده. لو انا عندي يلا بينا، وما عنديش احنا موجودين. وعايزه اقول لك كمان، هديكي كمان على كده الاعشاب. جربتي الاعشاب؟ روقان قوي. الروقان بتاع بالليل بقى، الديتوكس الطبيعي اللي انا بحس طول الوقت بعد ستريس طول اليوم باخد ديتوكس طبيعي بينقي دمي بينقي جسمي. الاملاح الزايده، الميه الزايده، كتير من امهاتنا نلاقي رجليهم مليانه كده وعند الركبه في تضخم كبير. التضخم ده بيكون ارتشاح ميه تحت الجلد، املاح ماشيه في مجرى الدم، الصديد اللي بيجي نتيجه للالتهابات على مدار السنين بتاعتنا كلها. الاعشاب بتاعتي دي هي بتشيل الكلام ده. طيب هنقف لحد الاعشاب. معايا تليفون. الو الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ اهلا بيكي، اهلا بيكي، منوراني. اتفضلي. بجد انا داخله معاك يا حبيبتي اتشرفت. بحبك جدا وانا والله بحبكم كلكم. ربنا يسعدك. ممكن اتكلم دكتور دعاء؟ معاكي دكتور دعاء، اتفضلي. ازيك يا دكتوره؟ عامله ايه؟ اهلا بيكي، صوتك كله فرحه كده ونبره جميله. قولي لي عامله ايه؟ انا بجد بحبك، مش مصدقه انا دخلت معاكي. ربنا يخليكي. انت شكلك خاسه. طالما فرحانه كده تبقي خاسه. ايوه بالظبط. انا مش مصدقه بجد اللي انا وصلت له. انا بجد والله ربنا يبارك لكم ويخليكم، ويعني يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. اللهم امين يا رب. خسيتي قد ايه؟ انا الحمد لله لحد دلوقتي واصله 19 كيلو ونص. اللهم بارك. في قد ايه؟ في قد ايه؟ قولي. يعني كده بقالي مثلا بتاع 35 يوم او 36 يوم. الله الله الله. يعني انا حاسه باليوم اصلا يعني شهر واسبوع تقريبا. بالظبط كده. ورجعتي بقى تطلعي الحاجات اللي في الدولاب اللي اتركنت وتلبسيها. ده انا رحت من كتر ما انا بضيق الترس بيقول لي حرام عليكي روحي هاتي لبس جديد، وانا بجيب لبس جديد وبضيق. يا حبيبتي والله فرحانه لك وعقبالنا كلنا يا رب. ايه يا حبيبه قلبي، بجد انا مبسوطه جدا والله. دخلت معاكم وعايزه اشكركم على اللي انتوا عملتوه معايا. الله يبارك لكم يا رب. ربنا يخليكي يا رب. طب عندي ليكي سؤال، عندي ليها بقى سؤال. هل بشرتنا او شعرنا او حاجه اتاثرت؟ يعني لا الحمد في خمول لله. في تعب؟ كنت خايفه من كده على فكره. وكتير قوي قالوا لي لو خدتي الكورس ده شعرك هيتساقط وهيحصل لك هالات سودا وهزلان وصداع ودوخه. انا الحمد لله ولا اي حاجه من دي، وكله بجد كانت كله بيخوفني. طب الحمد لله. عاش يا بطل، عاش يا بطل. عقبالنا يا رب. يعني الف مبروك. ربنا يديم عليكي الصحه والعافيه. باكد الارقام قدام حضراتكم لاي حد يحب يمشي الطريق ويجرب. مفيش ست ما جربتش، ومفيش ست ما استخدمتش وصفات وحركات، لكن باذن الله باذن الله ربنا يا رب يجعلنا سبب. وانا والله من الامانه زي ما بقى اقول لكم جربوا، انا بجرب معاكم وماشيه خطوه بخطوه. الصفحه هتنزل قدام حضراتكم حالا، وبقول لكم ده عشان انا ما برضاش اعمل حاجه غير لما اكون انا جربتها وبشوف مردودها عليا. ويا رب يا رب كلنا نخس. وانا الحمد لله في اول اسبوع انا نزلت 4 كيلو ونص. انا مش مصدقه. الحمد لله. يا رب. سمع صوت الفرحه يا استاذه. والله صوت انا فرحانه فعلا. ده اللي احنا والله بنسعى. اصل انا يا دعاء بجد طول عمري كنت وزني مظبوط وتمام. فجاه كده حصل لي حاله، فجاه بزيد بشكل مش طبيعي. اول ما كسرت ال100 انا وقفت بقى. خفتي؟ انا خفت طبعا. خفت. وانا بشتغل كمان شغلانه يعني الكاميرا بتزود وبيتطلب ان انا اقعد. انا دلوقتي زايده وانا قاعده. اكيد. بس اللي مفرحني ان انا ماشيه في الطريق. نزول بالظبط. معانا قبل وبعد. ورونا قبل وبعد. الله. شايفه الفرق؟ بنفس البلوزه. ايوه لبست نفس البلوزه زي ما احنا شايفين، والفرق شاسع. دي يعني بقت نص دي. طب ايه اللي حصل؟ خدت الكورس لمده 3 شهور. ده شغل 3 شهور، مش شغل سنين قاعده تحارب فيهم. دول 3 شهور اتحولت من ست الحاجه اللي قدامنا للانسه الجميله الشيوكه الحلوه. الطقم رغم بساطته باين شيك وجميل بعد ما خسينا وبقينا حلوين. طب صحتنا بتختلف؟ صحتنا اول حاجه بتختلف. ويمكن دايما باكد في المقام الاول اي بيشنت بيجي معايا بقول له اهم حاجه عندي قبل شكلك صحتك. دي خاسه قد ايه يا دكتور؟ دي خاسه اكتر من 45 كيلو. الكلام ده في 3 شهور.
45 كيلو في 3 شهور، رقم غير لها حياتها. طبعا حياتها اتغيرت. بعد ما كنا مش قادرين نمشي، مش قادرين نتحرك، مش عايزه اخرج مع الولاد عشان شكلي وهم بيجروا قدامي وبيسبقوني، صح. وانا ماشيه حته بحته حته بحته، يقولوا لي يلا بقى يلا بقى. وده واحد معانا برضو، بصي، وطبعا زي ما احنا شايفين الفرق برضو بنفس القميص، طبعا بنفس القميص، وده اللي انا باكده دايما. أيوة. وبنقوله دايما حاول تعين القميص او التيشيرت هو عشان تقيس لنا بعد ما تخس. وده الثقه في الله قبل اي شيء، ان هو هيخس وهيجي لنا هو فرحان ويبعت لنا صورته بالصوره اللي احنا شايفينها. وممكن يا دكتور حد يقف على الميزان ما يبقاش خاسس بس اختلف مقاسات. بالظبط، ده اللي احنا عايزين ناكده. احنا جسمنا عباره عن ايه؟ ماسلز ودهون، في ماسلز وفي دهون. ممكن ما انزلش على الميزان، بس انا بنيت لك العضلات بتاعتك، الكتله العضليه بتاعتك كبرتها، بمعنى ايه؟ اديتك صحه وقوه وعافيه اكتر في حياتك، في حين ان الدهون نزلت لكن العضلات وزنها بالفعل تقيل، لكن شكل الجسم بتاعك اختلف. هنقيس بالمزوره هنلاقي ناس تانية خالص قدامنا، هدومنا هتتغير، هتبقى احلى، بشرتنا هتتجدد، شبابنا هيرجع تاني، روحنا هتبقى اخف. وده اللي انا هاكد لك عليه. روحنا دايما بالليل كده اما نيجي ناكل اكله تقيله نحس بايه؟ حاجه ضمير، وحاجه كاتمه على صدرنا، انا مخنوقه طول الليل. انا ما شفتش حد بياكل بالليل الا لما بعد يدبها يقول لك ايه، ياه انا عمري ما هاكل بالليل تاني وياكل بالليل تاني. بالظبط. هنا بقى بتيجي دور الكبسوله اللي بتقفل لي بالليل. انا مش عايزه اكل، انا شبعان، حاسس بشبع وراضي، مش حاسس بشبع وانا متضايق. ده الفرق الكبير ما بيننا وبين الدايت. يعني هاكل من اكل البيت، هتاكل من اكل البيت، مش هلزمك بنظام غذائي معين. لو حبيت تعمل نظام غذائي براحتك، بس انا مش هلزمك بيه. يعني انا واحده من الناس، خليني اتكلم عن تجربتي الشخصيه. انا دلوقتي باكل قليل، فبقعد افكر طب ليه اكل مضر بقى؟ ما اختار الحاجات اللي ما تتخنش، وفي نفس الوقت يعني ببدا بالبروتين، السلطه، فيعني بحاول ان انا اختار كمان الاكل بما ان نفسي تسدد. تمام. ما القليل اكله حلو، صح، وده انجاز على فكره. بالظبط. فكره ان انت عقلك ما بقاش يفكر في الاكل. هو ربنا قال لنا ايه؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم. طيبات ايه؟ الطيبات اكيد الاكل الصحي، الاكل اللي ما فيهوش ضرر ليا كانسان. ابعد عن المقليات على قد ما اقدر، عن السكريات على قد ما اقدر. يعني اكيد طبعا الدقيق الابيض. انا ما اكلتش عيش بقالي تقريبا اسبوع. حلو. ومبسوطه، يعني مش مش حاسه ان انت في حاله من الادمان. دايما احنا كسكريات او دقيق ابيض كاني مدمن، ههرش لو ما اكلتش عيش ابيض. بس احيانا وما اكلتش كلام، بحس ان انا محتاجه قطعه شوكولاته احيانا. من حقك اخدها، من حقك تاخديها، بس ما نزودش قوي يعني ما نعيش. هو اصلا الكبسوله مش هتديكي الفرصه ليه؟ لان احساسك بالسكر هيبقى عالي قوي، بمعنى ان انا السكر هيبقى طعمه في بقي مسكر زياده عن طبيعته. يعني انا لو طبيعتي باخد فنجان الشاي بتاعي بمعلقتين سكر، المعلقتين دول مش هقدر اشربه بيهم، هشرب معلقه وهحسه مسكر زياده، لان الكبسوله بتاعتي فيها حاجه بتخليني احس ان كل حاجه مسكره زياده، فبالتالي هعزف كتير عن السكر. طيب كمان انا بقول الصفحه موجوده تاني قصادكم على الهوا، والارقام موجوده قدام حضراتكم عشان اي حد عنده استفسار، عايز يتواصل مع الفريق الطبي، عنده مشكله صحيه عايز يقولها للفريق الطبي يقدر. بس انا برجوكم رجاء شخصي، نستحمل الفريق الطبي شويه. الفريق الطبي بيواجه ضغط كبير جدا وناس كتير جدا بتبقى عايزه تسال وتستفسر، فدايما قول سؤالك او شكوتك او استفسارك يدوب. وكمان في رقم للشكاوي هينزل قدام حضراتكم حالا. الرقم ده انا كان اقتراح مني عشان خاطر اي حد عنده مشكله يقدر يتواصل معايا، ودي للامانه عشان تكونوا مطمنين ومرتاحين ومبسوطين وبتخسوا وانتوا مش حاسين ان انتوا حد ضحك عليكم ولا حد باع لكم حاجه. وربنا يا رب يعني يجعل اي حاجه خير بعملها مع حضرتك في ميزان حسناتنا يا رب. اللهم امين. كمان عشان الكلمتين الحلوين والقمر دول جايه لك بهدايا بقى. طب هدايا روقان. قولي لي. لاول مره بنزل معاكي بالقهوه الخضراء. القهوه الخضراء وجمالها وحمض الكلوروجينيك اللي بينقي دمي وبيعلي الحرق 5 أضعاف، بيزود لي حرقي 5 أضعاف، مليانه كمان بمضادات الاكسده. كل ده في فنجان واحد هشربه. ايوه، كل يوم بالليل كده خدي الفنجان بتاع القهوه الخضراء. هتعمل لك ايه؟ اولا حاله من الريلاكسيشن، انا رايقه وهاديه ومزاجي حلو، وكمان طول الليل انا نايمه وجسمي قاعد يحرق حتى وانا نايمه. جسمي بيحرق وشغال الحرق كويس جدا. كل ده بفنجان القهوه الخضراء. وكمان اما اديكي هديه كمان علبه الكريم اللي بميه الدهب اللي الناس كلها هتكسر الدنيا عليه. عايزه اقول لك تليفونات الفريق الطبي هتتكسر من كتر عايزين الكريم اللي بميه الدهب. حتى اللي خدوه قبل كده بيطلبوا عايزينه تاني. وده بقى بعد ما بيخسوا بيستخدموه؟ لا اثناء ما احنا يعني الرحله بتاعتنا بتبتدي كلها مع بعضها. باخد الكبسولات والنقط والاعشاب، باخد فنجان القهوه الخضراء بتاعتي، باخد الكريم بتاعي على المناطق اللي انا عارفه انها هتخس. بالظبط. طب ليه؟ لان اكيد
طول ما انا بخس الجلد بتاعي بيكش، يعني انا جلدي كان مفروض على بطني كبيره قد كده، الجلد بتاعي كش نتيجه ان البطن انكمشت، هيحصل ترهل. لكن انا بوعدك مفيش ترهل، جسمك ده هيتشد. خطوط التمدد اللي بعد الولاده اللي كلنا بنبقى زعلانين منها جدا مش هتتواجد، بمعنى اصح هعالجها لك. جلد الوزه اللي الناس جلدهم يبقى مكرمش كده وشكله مش لطيف خالص، حتى لو هم رفيعين وجسمهم مش تخين بس شكل الجلد وحش، كل ده بيعالجه الكريم اللي بميه الدهب. لانه في ايه؟ في نسبه كبيره جدا من المرطبات زي الالوفيرا، الكولاجين، كل دي مرطبات. كمان في نسبه كبيره من الحوارق زي ماده البي بي سي، ال كارانتين. المواد دي بتعمل على حرق الدهون اللي تحت الجلد، يعني موضعي وفي نفس الوقت برطب وبجدد خلايا الجلد بتاعتي. كل ده في كريم واحد. يعني حاجه كده بنسميه احنا يعني في عياده التغذيه الساحر. هو ده فعلا الساحر بتاعي النهارده. يبقى انا معايا ايه؟ كبسولات دينامو، نقط حارقه جدا جدا جدا. طب احنا معانا مداخله، يلا بينا. الو الو الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. طب انا وزني 93 كيلو. تمام. وشايله الرحم. حبيبتي. تمام يا حبيبتي. ايوه دكتوره دعاء. ايوه تحت امرك، معاكي. عايزه اسال حضرتك يا فندم بالله عليك تفيدوني والله. طب سنك قد ايه يا حبيبتي؟ سنك قد ايه؟ انا سني 50 سنه. 50 سنه. طب طولنا قد ايه؟ انا ما اعرفش الطول، بس هو وزني 93 وسني 50. تمام. عايزه اقول لك انت حالا هتواصلي مع الفريق الطبي وانا هقول لك دلوقتي هنعمل ايه. نورتينا يا حاج، نورتينا يا حبيبتي. هي شايله الرحم. شايله الرحم. طبعا يعني شايله الرحم، يعني انا ما عنديش حرق. اي مشاكل في الرحم، اضطرابات هرمونيه، مشاكل في المراره، كل ده ما فيش حرق. نقص فيتامين د، مقاومه انسولين، غده درقيه، كل دي شلت كده انا ما عنديش حرق. عايزه اقول لها ويعني ايه ابشرها زي ما بنقول، نقط الحرق بتعلي الحرق كأن جسمك في مكنه حرق، كأن احنا مش شايلين يعني مالوش اي ضرر عليها عشان لا هي شايله الرحم. لا خالص، بالعكس ده احنا بنعالج القصه دي. يعني شايله الرحم، يعني انا بالنسبه ان انا اخس مش هعرف اخس لو عملت دايت مش هخس خلاص. انا ما عنديش حرق، جسمي حرقه واقف. كمان اللي شايلين الغده الدرقيه او عندهم مشاكل فيها برضو حرقي واقف. طب انا هستنى ليه؟ لا انا هساعدك ان الحرق بتاعك يشتغل. انا بشغل لك الحرق بايه؟ بنقط الحرق. كمان الكبسوله اللي بتقفل لي المعده، بنقي لك الدم والارتشاح اللي مالي الركب من الميه والدهون والاملاح الزايده، كل دي بالاعشاب. يعني لكل مشكله حل في الكورس المتكامل بتاعي. طب قولي لي يا دكتور برضو، قولي لنا كده وصفه ان احنا نتبعها، يعني حتى اللي بياخدوا الكورس. تمام. وجبات صحيه، ايه اللي ممكن ناخدها، ايه اللي ممكن ناكله، ايه اللي بيشبع اكتر نلجا اليه؟ يعني اكيد انت حضرتك خبره في الحته دي. عايزه اقول لك على حاجه، اكيد البروتين بيشبع جدا. والبروتين مش معناه ان انا لازم اكل لحمه، فراخ، سمك. يعني البيض جميل جدا وفي نسبه بروتين عاليه جدا. البقوليات رائعه زي الفول وبيثبت في المعده. الشوفان يا دكتور الشوفان رائع طبعا. الشوفان رائع جدا، وخاصه بقى لو مزجناه بشويه لبن كده الصبح بقى وجبه كامله متكامله. انا فطرت وشبعت طول اليوم. بالظبط. لو اخدت بذور زي بذور الشيا مليانه بالبروتين، حبه بذور قد كده، معلقه واحده كميه بروتين غير عاديه، احطها على كوبايه زبادي، احطها على كوبايه لبن، على طبق سلطه. رائع. بذور الكتان نفس الشيء. لو اكلت صدر فرخه كده صغير مشوي متشوح مسلوق، كل ده جميل. بس انا يمكن بعوض لك الكلام ده كله للناس اللي ما بتقدرش تعمل ده بالكبسولات وبالنقط. طب انا حياتي اليوميه ما تنفعش فيها النظام ده. انا في ناس تركيبتها كده، انا لازم اكل محشي، لازم اكل مكرونه او اكل عيش، ولازم اكل عيش. انا ما اشبعش لو ما اكلتش عيش. بالظبط. يعني في ناس ما بتشبعش لما تاكل رز او عيش او مكرونه، وجبه اساسيه وتعود على كده. لو جيتي تخلفي له نظام حياته ده مش هيسمعك، مش هيعمل حاجه. لكن انا بديله البديل، بديك كبسوله هتقلل كميه الاكل اللي انت هتاكله، وكمان هتحرق لك القديم. في ناس عندها مشاكل وراثيه في شكل الجسم، عيله باباها مثلا تخان من فوق، وفي عيله مامتها لا مليانين من تحت. طب انا هعمل في المشكله دي ايه؟ عايزه اقول لها الحل عندنا وبسيط جدا. انا عندي الكبسوله النحاته اللي بتنحت لك اماكن السمنه الموضعيه. يعني الشكل اللي مضايقك، الارداف اللي خارجه زياده، ده في نفس الكبسوله. بالاضافه كمان للنحت
الكبسوله دي فيها كميه مواد بتنحت الجسم غير عاديه. انا بنحت الاماكن اللي متركز فيها الدهون الموضعيه، يعني حته جنب طالع كده شكله نشاز جدا عن الجسم، والعيله كلها ده الشكل ده الشيب بتاع الجسم بتاعها. لكن لما هتاخد الكبسوله هتتنحت المنطقه دي. ايوه هتتنحت. ليه؟ لان انا مركزه على الدهون الموضعيه. المنطقه دي العضله فيها ضعيفه وبالتالي الدهون بتتكون فيها. لا ده انا بنشط لك العضله، الدهون دي بتسيح وبتنتهي وبتخرج في وسائل الاخراج العاديه جدا. كل ده مش سحر، كل ده مدروس، حقائق علميه اشتغلنا عليها معمليا كتير جدا جدا لحد ما بفضل ربنا وصلنا ان احنا نكون الاول يعني في مدرسه التخسيس. ايه الحاله اللي عمرك ما نسيتيها بقى مرت عليكي كده وكنتي سبب في سعادتها بجد؟ والله هي في حاله يمكن عمري ما انساها خالص، ودايما افتكرها، وخاصه اما ابقى متضايقه وعايزه اتبسط دايما تيجي على بالي. يعني كانت بيشنت معانا وكان وزنها زياده ومأثر عليها ان ما يحصلش حمل، وكان في تقيس في المبايض ولفت كتير وعملت عمليات حقن مجهري وعملت يعني داخت كتير، مشت كتير في السكه دي، وللاسف كان دايما في يأس. لكن الحمد لله بفضل ربنا قعدت معانا 3 شهور، خست كميه وزن غير عاديه. طلبتني في مره على الهواء وقعدت تزغرط، كل اللي بتعمله في الحلقه انها تزغرط، ويعني هي ملت الاستوديو فرحه من كتر الزغاريط. وبدانا نسمع ايه اللي حصل، قعدت تحكي وانا خلاص دلوقتي بقى خلاص حامل. يعني عايزه اقول لك كلنا قلناها، حتى الناس اللي كانوا معايا قررنا ان احنا نروح نحضر السبوع لو في امكانيه لده. فرحنا، يعني الموضوع كان جميل ومفرح، وكلنا فعلا يعني ربنا يجعلنا سبب دايما سبب في الفرحه يا دكتوره. وانا بجد بشكرك لانك من اول ما عملنا حمله من احياها كنت من اول الداعمين وكنت من اول اللي اتكلموا. طبعا في دكاتره كتير جدا، وبيجي لي بقى سيدات كده وبيكلموني يقولوا لي اعملي حملات كتير، مش بس في السمنه، اعملي حملات عشان دكاتره التجميل، اعملي حملات عشان الشعر. واحده واحده نخس، كله جاي. لان ده اهم حاجه. اهم حاجه يبقى شكلنا حلو وجسمنا حلو، بعد كده هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه. ويا رب كلنا نكون بصحه وعافيه. الارقام قدام حضراتكم، لاي حد يحب يتواصل مع الفريق الطبي يستفسر عن اي شيء او يطلب الكورس. وكمان رقم الشكاوي لاي حد اتضايق من شيء، عايز يقول حاجه، عايز يضيف لنا اي معلومه، تقدر تتكلم وتقول كل اللي نفسك فيه. ويا رب تعيشوا بصحة وعافية. بحبكم من قلبي، ويا رب دايما تكونوا بخير انتوا وكل حبايبكم. موعدنا دايما بيكون 4 وخميس وجمعة على شاشة قناة هي الساعة 9 مساء. ويا رب نكون عند حسن ظنكم. تحياتي ليكم، مروة عزام.